آخر حاجة وصلنا لها الحلقة اللي فاتت إن جو راحت لآن وقالت له إنها عايزة تتجوزه. بتبدأ الحلقة دي بقى بفلاش باك لمعرض الرماية رقم 64، وكان في توتر بين البيتين الكبار لأن كان في مسابقة رماية بين جو والأمير آن. سوك كان بيقلل دايما من جو وعمال يقول لها كلام يجرحها، لكن الأمير آن بيطلب منه يبطل. وجونج اللي كان في نفس الفريق مع جو فضل يشجعها، والملك كمان كان حاضر واتضايق إن آن سمح إن ساحة الرماية تفضل مفتوحة طول الوقت، وده طبعا كان بسبب كلام جو اللي قالته له قبل كده. واضح يعني إن الأمير واقع شوية. وقت الحالي بقى بنرجع لجو وآن، وساعتها طلب منها تقول شروطها عشان تتجوزوا يعني، وهي بتبدأ تتكلم عن فلوسها وموهبتها في البيزنس يعني أخوها الفاشل وجمالها. آن بيرفضها برضو وبتتحرك طبعا. بنيجي بقى للجاسوسة من ناحية الملكة الأم رانج اللي بتحاول تتسلط عليهم بس مش بتسمع أي حاجة. في نفس الوقت رانج بتجيب واحدة من بنات عيلة كيم، هي في الحقيقة عايزة تراقب بعد ما تولع الدنيا، بتقول إنها لازم تقابل جو بعدين. رغم كده جو ما بتستسلمش، بالعكس الرفض ده بيخليها تحاول أكتر إنها تتجوزه، وبتقول له إن آن بس بيتلاعب بيها لما قال إنه بيدور على حب. تهيون بيقول لها إن عندها حق بعد ما سمع القصة من آن ذات نفسه، وإنه بيطفشها يعني وبس عشان مش عايز يتجوزها. برضه جو بتكون مصممة إنها فاهمة أنا عايز إيه كويس وهتكسبه، وبتكلم مدير العلاقات العامة وبتطلب منه خدمة سرية، وبيعمل تحريات عن آن وبيعرف جدول تحركاته كلها علشان جو تفضل تجري وراه كده زي الهبلة. خلال الأيام اللي بعدها جو بتظهر في كل مكان بيروحوا آن، وبما إنه في أجازة وبيتحرك لوحده هي بتستغل الموضوع ده، وإن مفيش حراس حواليه يقرفوها تفضل لازقاله. وفي نفس الوقت تروح لمقابلة الجواز اللي باباها مرتبها ليها وبتبوظها، وبتقول للراجل اللي باباها قال لها تتجوزه ده إنه هيبقى زوج فاشل، وده بيجرح كرامته طبعا ويجرح كرامة أي حد يفسخ الجوازة من نفسه. في معرض فني بقى جو بتقابل هيون وبتهزر معاه إنها تشتري قطعة من معرض آن الخاص. بعدين هيون بيقول لآن إنه شاف جو في ديت مع راجل تاني، فآن بيتضايق شوية وبيطق عنده عرق الغيرة، بس بيحاول يبان هادي وكاريزما بقى وكده. وبيتضايق أكتر لما بيعرف إن هيون افتكر إنها ممكن تكون مبعوثة من الملكة الأم رانج، وآن بيأكد إن الملكة الأم وجو مختلفين جدا ومش ممكن إنهم يتفقوا أبدا. وهيون بهزار يعني بيتكلم مين هيكسب لو الاتنين بقوا من غير مناصبهم، وطبعا آن بيتضايق من الكلام ده قوي. تاني بقى رانج بتفتكر يوم ما الملك كان عايز يعلن تنازله عن العرش، وكانت متعصبة جدا لدرجة انها حرقت القرار قبل ما حد يشوفه اصلا، وقالت انها تفضل انها تموت على ان القرار ده يحصل. بعدها على طول حصل حريق والملك مات. ولما آن وصل وشاف اخوه ميت يا عيني، كل اللي قدر يعمله انه يسأل عن ابن اخوه الوريث اللي هو ولي العهد الحالي اللي عنده 8 سنين. وقتي الذكرى دي لسه مأثرة على آن وبيحلم بكوابيس كل يوم عنها، وده سبب معاناته من الأرق وما بيعرفش ينام خالص. وهيون يا عيني بيكون بيحاول يهتم بيه بس الموضوع صعب عليه برضه. في القصر بقى رانج بتجهز الملك الصغير علشان يحضر أول مناسبة ملكية لوحده من غير آن، وهي أصلا بتحاول تبعد آن عنه بكل الطرق. وحتى آن بيكون مش متأكد إن ابن أخوه الصغير ده هيقدر ينجح لوحده. والمفروض إن الملك كمان يحضر حفل تكريم اقتصادي في كوريا، وجو بتكون من المكرمين. تنصحها تحافظ على تصرفاتها وما تفضحش نفسها بتصرفاتها العبيطة دي. قال الملك الصغير اللي بيكون مش قادر يحضر لوحده وبيتصل بعمه آن علشان يجي يساعده، وكان متوقع آن بيجي على طول وبينقذ الموقف. جو اللي لما بيجي دورها إنها تستلم الجايزة بتطلب من الملك يون يحط لها قبعة معينة كده، وبالنسبة لآن بتطلب منه هدية بس بيكبسها وبيقول لها إن الجايزة من الملك كفاية قوي عليها. وفي الصور بيتعمد يقف وراها عكس باقي المكرمين. بتروح وبتروج للجايزة اللي أخدتها أونلاين، استعد إنها تسافر وتقابل رئيس الوزراء جونج على العشاء، وبيبارك لها وهي بتهزر معاه عن أيام المدرسة، وواضح كده إنه كان معجب بيها زمان أو لسه لحد دلوقتي حتى. الآن اللي حالته يا عيني بتسوء قوي بعد الحدث وبيقعد في فندق وحرارته بتعلى. ساعتها هيون بيجري يجيب له دواء وبيقترح عليه يروح المستشفى الملكي، لكن آن بيرفض علشان أغلب الدكاترة تبع رانج، وكمان مش عايز يعمل قلق للناس يعني وتنتشر إشاعات. فهيون بيروح يجيب أكل وبيقابل جو، فساعتها جو بتجيب الدكتور بتاعها
ويعني حركة مجدع منها وكده، وحاجات أغنية احنا ملناش دعوة بيها. الدكتور ده بيقول إن آن محتاج راحة، وجو بتطلب تسجل نفسها كمريضة بدل آن يعني علشان ما ينتشرش أي إشاعات. في القصر بقى رانج بتزعق للملك الصغير علشان اعتمد على عمه آن، وبتخاف لأنه شبه أبوه ضعيف برضه. بنرجع لآن بقى وهو مرتاح جوه في الأوضة، وهيون وجو سايبينه جوه وعمالين ياكلوا السندوتشات اللي جابوها. وهيون بيقول لجو إن آن مش بيحب يكون مركز الاهتمام، وكمان لو خبر مرضه ده انتشر هيبقى فيه إشاعات كتير، وهو مش ناقص يعني إشاعات. لكن المصيبة إن فجأة رانج بتظهر في الفندق، وهيون بيحاول يخبي جو بسرعة منها علشان ما تنفخهاش. وفعلا لما بتدخل الأوضة مش بتلاقيها، لكن الملكة الأم الحرباية دي لما بتخرج بتشوف شنطتها بره، وبترجع الأوضة وبتلاقيهم سوا، وبيبقى موقف لا يحسد عليه الصراحة. والبطل يعني كان لازم يستر نفسه شوية، فالموضوع ما بيكونش لطيف. وبتطلب من آن يجي القصر يفسر اللي شافته ده. تاني يوم الصبح بقى هي بتكلم جو بدري، وبتطلب منها تفضل في الأوضة وما تتحركش خالص، لأن السر اتكشف، والإعلام بيقول إنها حبيبة الأمير السرية، وفي إشاعات إنها حامل علشان صورتها مع الدكتور. البلد كلها حرفيا ما بيجيبوش سيرة غير الموضوع ده، وبتبقى فضيحة كبيرة قوي. لكن جو مش بيكون فارق لها، وبتبقى هادية وبتعتبرها فرصة إنها تتجوز آن. فريقها بيكون متوتر جدا، وحتى أخوها البجح تاي ومراته بيكونوا غيرانين. ورانج بقى بتشوف إن دي فرصة تدمر آن وجو. وقت جونج برضو كان شايفها فرصة علشان يشتت الناس عن قرار طلع كده، واللي هو تجميد الحد الأدنى للأجور. وقام بقى بدل ما يروح القصر بيروح بيته عادي، وبيطلب من جو تقابله هناك. ولما بتوصل الموظفين بيسيبولهم خصوصية، وبيفضلوا ينموا عليهم بره عشان فضولهم يعني، وعاوزين يعرفوا هل هم فعلا مرتبطين ولا لأ. المهم يعني ساعتها آن بيعتذر لجو عن الفضيحة، وبيقول لها إنها تتحمل عصبية الناس، وهيكونوا مش طايقينها لأنه وسيم ومحبوب من الشعب كله، وهي جاية تاخده منهم. وانتوا عارفين يعني الكوريين بيفكروا ازاي. المهم يعني بيسألها عايزة ايه، وهي بتقوله إنها عايزة تتجوزه زي ما قالت له قبل كده علشان تتفوق على أخوها الفاشل، وتثبت نفسها قدام أبوها والشركة. وكمان بتعترف إنها عارفة إنه خسر مسابقة الرماية زمان قاصد علشان هي تكسب. هو بيتضايق إنها عايزة تتجوزه بس لمجرد إنها عايزة لقبه، بس في الآخر بيوافق إنها تتجوزه فعلا، وبيحذرها إنها لازم تستعد تواجه البلد كلها. وبيقفلوها على كده. وواضح يعني من الحلقات الجاية إن تمثيل الحب بينهم هيكون واضح قوي قدام كل الناس، عشان يثبتوا إنه جواز حقيقي والحاجات اللي كلنا بنحبها دي. فلو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان لما انزل الحلقة الجاية توصل لكم. وبس كده.